قبل ساعات بس من سفرها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم، خبر كان مالي كل الصحف العالمية عن اختفاء ملكة جمال الهندروز ماريا واختها صوفيا، والسبب كان صدمة. في جمهورية هندوراس في أمريكا الوسطى كانوا بيعيشوا عيلة هوزاي. الأب هوزاي ومراته وبناته التلاتة كارين وصوفيا وماريا. هوزاي كان بيشتغل مهندس بس كان دخله المادي ضعيف جدا، لأن هندراس كانت بلد مستوى المعيشة فيها منخفض ودخل الفرد قليل، نسبة البطالة عالية، مستوى الأمان منخفض، فيها أكبر عصابات موجودة في أمريكا كلها، وده اللي خلاها متصنفة من أخطر البلاد في العالم. وعشان كده هوزاي كان مهتم جدا وحاطط كل إمكانياته في تعليم بناته التلاتة، وكان بيشجعهم جدا يهتموا بدراستهم عشان يقدروا يلاقوا فرص شغل برا البلد، مش بس عشان يلاقوا مستوى معيشة أحسن، لكن كمان عشان يعيشوا في مكان فيه معدل أمان أكبر. ماريا كانت أصغر إخواتها، اتولدت في يوليو سنة 1995. ماريا من وهي صغيرة كان عندها اهتمام كبير بالأزياء، بتحب تتفاعل مع الناس، عندها قبول وشكلها حلو، فأهلها فكروا إن هما يقدموا لها في مسابقة جمال للأطفال، وفعلا فازت ماريا بالجايزة الأولى. وبعدها وهي عندها 15 سنة قدمت في مسابقة ملكة جمال المراهقات في هندراس كلها، وفازت بالمركز التاني، وتشجعوا جدا ان هي تهتم وتكمل في نفس المجال، وحسوا ان ده ممكن يكون المنفذ ليهم اللي يخرجوا منه برا البلد ويحسنوا وضعهم المادي. وبعد ما فازت بالجايزة وهي عندها 17 سنة بدأ حلمهم يتحقق، بدأ يتعرض عليها شغل كتير في الإعلانات التجارية والموديلينج، وبدأت تروح العاصمة وقت كبير. وفي الوقت ده للأسف باباها عيه وكان في مرحلة متأخرة من المرض، هما كانوا متعلقين بباباهم جدا، وبعد 7 شهور اتوفى الأب. وفاته أثرت عليها وعلى إخواتها جدا، وفي نفس الوقت ماريا كانت عايزة تشتغل أكتر عشان تقدر تساعد عيلتها، واشتغلت ماريا أكتر لغاية ما واحد من مقدمين البرامج المشهورين في البلد شافها واستضافها في البرنامج بتاعه أكتر من مرة، وده خلاها عندها ثقة كبيرة في نفسها، فبدأت تجتهد وتهتم وتشتغل على نفسها عشان تقدم في مسابقة ملكة جمال هندراس اللي جايزتها المادية كبيرة وهتنقلهم نقلة تانية، وهتقدر تحقق أهم حلم ليها إنها تشتري لمامتها بيت. وفي سنة 2014 وهي عندها 19 سنة قدرت فعلا إن هي تفوز بلقب ملكة جمال هندراس. بعدها بقت ماريا مؤهلة إنها تدخل مسابقة ملكة جمال العالم، وبقى عندها طموح كبير إن هي تكسبها ويقدروا يخرجوا برا البلد زي ما بيحلموا. وعلشان هي مسابقة مش سهلة ومش بتعتمد بس على الشكل، بدأت تاخد دروس في حاجات كتير في الثقافة العامة والفلسفة وحاجات تانية كتير. بدأت أحوالهم المادية تتحسن، بس مامتها ما كانتش متأثرة ماديا بس بعد وفاة باباها، كانت متأثرة نفسيا كمان، وده أثر أكتر على أختها صوفيا. أختها صوفيا هي الأختها اللي أكبر منها ب5 سنين، كانت قريبة جدا لماريا. العيلة كلها كانت مترابطة، لكن صوفيا وماريا بالذات كانوا قريبين جدا من بعض. صوفيا كانت حساسة جدا وضعيفة شوية، وظروفها أثرت عليها. بعد وفاة باباها اتعرضت لأزمة تانية، الشخص اللي كانت خطيبها ومرتبطة بيه لقوه مقتول في شقته، ومحدش عارف مين اللي قتله. هل الجريمة كان ليها علاقة بمراته الأولانية لأنه كان متجوز قبل ما يرتبط بصوفيا، ولا ليها علاقة بعصابات كان بيتعامل معاهم؟ محدش عارف. بعدها صوفيا كانت متخبطة وارتبطت بشخص تاني اسمه بيتاكاريوز، كان بيديها دروس خصوصية في الكلية وكان أكبر منها بكتير. مامة صوفيا ما كانتش بتحب بيتاكا أبدا، وما كانتش مستريحاله ومش مقتنعة بعلاقته ببنتها، وكانت دايما بتحذر صوفيا منه، بس هي كانت بتدافع عنه ومش مقتنعة وكانت متمسكة بيه. لما مامتها قلقت أكتر سألت عليه ولقت إن هو وعيلته سمعتهم مش كويسة، وإن هما متورطين في تجارة الممنوعات، لكن برضه صوفيا فضلت مرتبطة بيه، وهو قدر يقنعها إن هو كويس وإن الكلام ده مش حقيقي. بعد شوية بقى كل اللي حواليها بيحذروها منه، مش بس مامتها، اخواتها واصحابها كمان، كلهم لاحظوا قد ايه علاقته بيها علاقة سامة، قد ايه هو عصبي معاها ومتحكم فيها بطريقة سلبية، وكمان بيبقى عنيف وعدواني معاها. وكل ده وهي متمسكة بيه لغاية ما اكتشفت انه بيخونها مع واحدة عندها 18 سنة، وفي الوقت ده سابته،
لكن بعد شهرين بس قدر انه يقنعها انها ترجع له تاني، وقرر انه يعمل عيد ميلاد كبير وحجز المطعم كله، وطلب من صوفيا ان هي تجيب ماريا معاها لان ماريا دلوقتي بقت مشهورة، وهو عايز يعمل عيد ميلاد مميز ويتباهى بيها وتكون موجودة في صور عيد ميلاده. ماريا في الوقت ده كانت مشغولة جدا، كانت بتحضر الدروس وبتحضر للسفر لإنجلترا لأول مرة، وكانت متحمسة جدا عشان المسابقة، وكمان كانت بتحضر لآخر امتحان ليها في الجامعة اللي هتمتحنه قبل ما تسافر. ده غير مامتهم اللي ما كانتش موافقة خالص على رجوع صوفيا ليه ولا على حضورهم العيد ميلاد، لكن ماريا عشان ما تزعلش صوفيا وافقت ان هي تحضر، واتفقوا مع مامتهم ان هم هيروحوا وان هو جايب امن مخصوص ياخدهم ويرجعهم، وكمان ان هم مش هيقعدوا وقت كبير لان ماريا ما عندهاش وقت ومشغولة خالص. وللأسف راحوا الحفلة، وتاني يوم الصبح صحيت مامتهم ما لقيتش حد منهم في البيت، واستغربت هم ازاي اتأخروا. بدأت تتصل بيهم فلقت ان صوفيا اصلا ناسية التليفون بتاعها في البيت، وماريا ما بتردش. مامتهم قلقت وكلمت بطاكا من على تليفون صوفيا، وقال لها ان هما جم في الحفلة لكن مشوا بدري جدا، وان هو هيدور عليهم ويشوف راحوا فين. بدأت مامتهم تكلم كل اصحابهم مش لاقياهم، ونزلت بسرعة على الجامعة عشان تشوف اذا كانت ماريا راحت حضرت الامتحان، لكن ما لقيتهاش. بلغت البوليس واهتموا جدا وادوا التحقيق في القضية لواحد من اكبر المحققين، لان ماريا كانت مشهورة وكانت مرشحة لجائزة عالمية واخبارها هتكون على كل الصحف العالمية. المحقق في البداية اتعامل معاها على انها قضية اختطاف للفدية، ولما محدش طلب الفدية بدأ يحقق مع كل اللي كانوا موجودين في الحفلة، وكلهم شهدوا ان ماريا وصوفيا خرجوا من الحفلة بدري مع ناس من الضيوف اللي كانوا موجودين في الحفلة. لكن لاحظ المحقق ان في تضارب في التفاصيل بتاعة القصة، فشك انهم كلهم متفقين هيقولوا ايه، بس ما كانش في وقت يتفقوا على التفاصيل، فقرر انه يعمل معاينة فورا للمطعم. لما وصل البوليس المطعم اتفاجئ ان صاحب المطعم ومراته مش مرحبين بوجودهم، وحاولوا يمنعوهم من الدخول الا بعد اذن النيابة، ووصل بيهم الخلاف لانهم قبضوا عليهم ودخلوا يعاينوا المطعم. فريق البحث الجنائي لما دخل المطعم لاحظ انه متنظف كويس قوي بمواد تنظيف تقيلة، فبدأوا يرشوا مواد كيميائية على الارض بتبين اثار الدم حتى بعد ما يتمسح، وظهر لهم ان كان فيه اثار دم على الارض. لما حققوا مع صاحب المطعم ومراته انكروا ان هم يعرفوا اي حاجة، وقالوا ان هم معظم الوقت كانوا موجودين في المطبخ، وصمموا على شهادتهم بان ماريا وصوفيا سابوا المطعم بدري في حوالي الساعة 9:30 10. عملوا تحريات اكبر عن بطاقة، واتضح لهم ان عنده ملف اجرامي كان متورط في اكتر من قضية تجارة في الممنوعات، واسمه جه في اكتر من قضية اختفاء لفتيات قبل كده. وعرفوا ان كان دايما في خلافات بينه وبين صوفيا، وكان بيبقى عنيف معاها لما يكون شارب، خصوصا انه كان مدمن للكحوليات وكان بيشرب بكميات كبيرة، لكن كانت بترجع له تاني. وبعض الشهود قالوا انها كانت بترجع له لانه كان غني وبيصرف عليها فلوس كتير، وناس تانية قالت لان هي كانت خايفة منه ومن تهديداته. المهم ان في الوقت ده كان عدى اسبوع على اختفاء صوفيا وماريا من غير ما يلاقوا لهم اي اثر، وبدأت يحصل مظاهرات في الشوارع بيطالبوا البوليس ان هم يلاقوهم، خصوصا ان هم عارفين ان كل الصحف مهتمة وكل الاضواء عليهم. وده خلى البوليس بيدور على اي خيط يوصله لمكان الاختين صوفيا وماريا، والخيط اللي لقوه كان واحد اسمه فالنتين، وهو يبقى الحارس الشخصي لباتاكا، وهو نفس الشخص اللي جابهم من البيت عشان يحضروا الحفلة، واللي كان المفروض يوصلهم البيت تاني بعد ما يمشوا من الحفلة. لكن فالنتين قال انه ما يعرفش عنهم حاجة، وان هو ما روحهمش البيت لانهم مشوا من الحفلة مع ناس تانية من الضيوف. ده كان كلامه في الأول، لكن بعد ساعات من الضغط عليه والتحقيق معاه حكى اللي حصل ليلتها. حكى انه راح البيت وجاب صوفيا وماريا زي ما بتاكا اتفق معاه، وبمجرد وصولهم الحفلة اتلم الناس حوالين ماريا، ما بين ناس معجبين وعايزين يتصوروا معاها، وناس تانية بيحاولوا يتعرفوا عليها ويعكسوها. أما باتاكا فكان بيحاول يتكلم مع صوفيا اللي كانت يوميها متجاهلاه، مش بتتكلم معاه، وكمان قاعدة بتتكلم وتهزر مع واحد تاني. باتاكا استفز جدا وبدأ يشرب كتير، وحكى فالنتين ان باتاكا لما بيشرب بيبقى في حالة هستيرية، وانه كان بيغير على صوفيا جدا،
وإنه راح علشان يعنفها ويزعق لها ويتهجم عليها قدام كل الناس زي ما هو متعود. حصلت خناقة ما بينهم، وصوفيا قالت له إنها هتمشي من الحفلة لو موقفش اللي هو بيعمله، وهو قال لها إنها لو حاولت تمشي هتندم. وبدأت صوفيا فعلا تمشي من الحفلة، فطلع مسدسه وضربها بالنار، ووقعت قتيلة في وسط ذهول من كل الموجودين. وطبعا كرد فعل طبيعي جرت عليها أختها ماريا وهي في حالة هستيريا، ولقت صوفيا ما بتردش على الأرض ومضروبة كم كبير من الرصاص، وبدأت تهاجم باتاكا اللي برضه هددها إن هي لو ما سكتتش هتندم. وطبعا هي كانت في حالة هستيريا وفضلت تهاجمه لغاية ما ضربها هي كمان بالنار ووقعت جنب أختها. ضربها 16 رصاصة، 4 منهم في دماغها. وطبعا كل الموجودين كانوا في حالة ذهول وصمت وحاسين كأنهم في كابوس، مش مصدقين اللي بيحصل. وباتاكا بدأ يهددهم وقال لهم إن كلهم لازم يشهدوا نفس الشهادة، ويقولوا إن صوفيا وماريا سابوا الحفلة بدري مع ناس معينة من اللي كانوا موجودين، وهددهم إن أي حد هيقول حاجة تانية هيكون مصيره زيهم بالظبط. وبعد كده سمح للضيوف ان هم يمشوا، وبمساعدة صاحب المطعم وفالنتين اخدوا صوفيا وماريا في العربية بتاعته ودفنوهم في غابة جنب النهر. وفالنتين قال للبوليس على المكان بتاع الجثث، وراح البوليس وللأسف لقى الجثث وبكل سهولة. وفي خلال ساعات كانت الميديا كلها بتتكلم عن ملكة جمال هندروز اللي اتقتلت هي واختها. وقبضوا على باتاكا اللي فضل ينكر حتى بعد ما لقوا سلاح الجريمة ولقوا أدلة على وجود صوفيا وماريا في عربيته، برضو فضل ينكر. وكان دايما بيبتسم قدام الكاميرات، وأوقات يمثل إن هو مجنون، لكن لما كشفوا عليه قالوا إنه في كامل قواه العقلية وممكن يتعرض للمحاكمة عادي. أما كارين أختهم وتريزا مامتهم اللي كان قلبهم محروق عليهم كانوا باذلين مجهود كبير عشان ياخد إعدام. وفي المحاكمة في سنة 2017 شهدوا كل الشهود ضده غير كل الأدلة اللي ضده، وخد حكم بالسجن 45 سنة. أما فالنتين الحارس الشخصي بتاعه واللي ساعده في نقل ودفن الجثث خد حكم ب4 سنين سجن بس، ونفس الحكم لصاحب المطعم بتهمة التستر على قاتل، يمكن لأنهم ساعدوه تحت تهديد السلاح. الحكم ما كانش مرضي لمامتها ولا أختها كارين اللي كانوا على الأقل عايزينه يتسجن مدى الحياة وما يخرجش من السجن أبدا، غير ان هما بلغوا ان هما مش عايشين في أمان وبيجيلهم تهديدات من العصابة بتاعته. حاولوا يعملوا لجوء سياسي ويخرجوا برا البلد لكن ما قدروش، وحاولوا يطلبوا حراسة مشددة، لكن اتقال لهم ان صوفيا كانت معاه بإرادتها وان هي كانت عارفة حقيقته كويس، لكن هي كانت بتفضل تكون مع شخص زيه كنوع من الحماية، خصوصا ان هما في بلد بيتقتل فيها سنويا 500,000 إنسان من العصابات ومن غير سبب، لكن في النهاية على إيده فقدت هي واختها حياتهم.